مشاركة المغرب، مشاركة منتخب مصر السنة دي، وهنا مش مقارنة الاثنين منتخبات عظيمة. أنا بشوف إن منتخب مصر هو أفضل منتخب عربي وإفريقي في هذه النسخة بالظبط كده في كأس العالم، أداء وأرقام وكل حاجة. لا هي هقول لك حاجة يا اسلام برضه عشان تبقى حاجة، هي مقارنة. انت احنا كمصريين كنا بنقول ان المغرب، احنا فخورين بالمغرب النسخة اللي فاتت، لكن أنا فخور بمنتخبنا. تعال نوريك منتخب مصر ازاي تفخر بيه. يعني منتخب مصر قدم أفضل أداء عربي وأفريقي. بالرغم من هذا عندي تعرف كلاعب ولا كمحلل تحفظات فنية، لازم نحط اللمسه تاعي اذا يسمح لي. تفضل. انا ما اعيب عليه من امس شويه انه كنت نفضل مزراوي ظاهر يسار ونفضل يبدا بمهاجم. ما نعرفش انا، لانه اوكي ممكن المدرب عنده وجهه النظر تاعو، اكيد اللي يعرف خير مني ونحترمها، لكن مليح كي تلعب وتخسر مثل المنتخب المصري، لعب وخسر، لكن ما تلعبش وتخسر هذيك هي اللي توجعك اكثر. فهمت؟ انه شفنا انه كانوا ابانوا على مستوى مليح وكانوا قادرين يعني شويه يقلقوا المنتخب الفرنسي، لكن امس لو لاحظت في الاخر 10 دقائق الاخيره قلقوهم شويه، يعني حاولوا اول تسديده والمحاوله انا كنت نتمنى تكون من بدايه، يعني يلا بعد ما تلقيت هدف الاول اخرج من انا كنت نتمنى يديروا خير، لكن هذا ما نعتبروش فشل، بالعكس. في مثل عالمي بيقول الحمار لا يشارك في سباق الخيل لكنه يضحك دوما على الحصان الخاسر. العبرة من هالمثل يا أصدقائي، الحمار لا يشارك في سباق الخيل لأنه لا يملك القدرة ولا الجرأة على ذلك أصلا. وبمختصر الكلام، إياك أن تسمع لنقد الحمير. بالطبع المغرب هو سفير الكرة الإفريقية اليوم بدون منازع بالأرقام. حب تغير الأرقام تغير التاريخ، اليوم هو اللي منورنا. فما منتخبات عندها مشاكل إخفاق وتخلف، فما منتخبات عندها مشاكل نجاح وتألق. مشكلة المغرب اليوم مشكلة نجاح وتألق. كيف ندير، كيف نتعامل مع هذا النجاح؟ تعرف المشكلة متاع بلاد غنية كيف تتعامل مع الثروة متاعها. ثم ما ننساوش النقطة هامة، المقابلة ضد فرنسا متاع المغرب هي السادسة في أقل من 24 يوم. تقارنش مع الدوحة تلعب في الملعب وتروح للنزل معناها لا، وانك انت تلعب امام البرازيل، هولندا وفرنسا. خنسينا مقابلة هولندا، خنسينا مقابلة البرازيل، خنسينا الشوط الثاني متاع كندا و3-0. شينا هذا الكل معناها هكا قوة، عنا قوة رهيبة. وانه شوف مع الاسف احنا شعوبنا نعرفوا نهدوا ما نعرفوش نبنيو. ما دام البنية موجودة خلينا نحافظوا عليها. المغرب البنية موجودة نحافظوا عليها. قول يا مغرب ارفع رأسك، 8 من 48 في الثامن 48 كأس عالم من كل القارات. انت وصلتنا، المغرب عايشتنا من 11 جوان ل 10 جويلية شهر، فمنتخبات خرجت بعد اسبوع و10 ايام. المغرب عايشنا، المغرب عايش البلاتوات العربية. شكون اللي عايشنا؟ مصر ثم المغرب. والمغرب بين قوسين برشا الناس ربما يتغلط، المغرب لو تجاوزت مرحلة بعد مصر، مرحلة بعد مصر ثم النهائي، ثم النهائي. مصر في الدور السادس عشر. احنا عندنا قسوة، الربع. احنا عندنا قسوة على المغرب، عندنا قسوة مش مبررة. شنو هي القسوة اللي عندنا على المغرب؟ وانه المرة الأخرى في النصف النهائي لازم يجيك تربح وتهز الكاس وتروح يلعب وحدك معناها. ما نراوش للمغرب. أنا أقول لكل جواد كبوة، تبقى الجواد نتاع المغرب 5 مرات رقصنا وشيخنا، والجواد كان يدور واحنا نشتحوا واحنا نتغنيو بالمغرب. عيب علينا اليوم نجيو نقولوا الجواد هذا هاو. لا عاد وقت نوليو نظلموا. شكون اللي يظلم؟ اللي يستنى في الدوره من العرب اللي ما نجحش، من العرب اللي ما نجحوش. هيك المغرب نتاعكم انت وصلت لها المغرب نتاعنا. ولهذا انا نقول انه المنتخب المغربي حقيقه شرفنا وعرفنا وقدم ما له، وما تقارنوش ب 22 قديش من منتخب بيهز كاس العالم الدوره اللي بعد يخرج من الدوره الاولى كتير. 98 فرنسا احسبهم الكل اللي هز كاس العالم وخرج من الدوره الاولى.
كثير. انك مره في الدور نصف النهائي ومره في الدور الربع النهائي، مش سهل. هذا يمثل المره هذه يستناو فيك. ثم تلعب ضد شكون؟ تلعب ضد اقوى فريق في العالم، فريق الفرنسي. فريق فرنسي ما عندوش ملاعبيه، راه عنده صواريخ. عنده صواريخ تجري. تدبرك ولا يجيك دوي، تشد دوي يجيك مبابي، تشد مبابي يجيك اوليزي شو اسمه ديمبيلي تشد ديمبيلي يجيك بولي عاود وين؟